يعني الزمالك بيتعاقد مع عمر جمال وأزمة في العقد. عمر جمال يعني نادي الزمالك بيتعاقد مع عمر جمال صفقة انتقال حرة. هو كان عمر جمال لاعب النادي الإسماعيلي، وانا الحقيقه كان جاي من الاهلي الليبي في صفقه انتقال حره بعد الانتهاء من الخلافات الماديه التي كانت سبب عرقله اتمام التعاقد حتى الان بين اللاعب والنادي، ويعني في بعض التفاصيل زي السكن ومقدم العقد لسه ما اتحلتش، وحسب معلوماتنا ان هي ما خلصتش، وكان في جلسه جمعت دكتور كمال درويش والمهندس هاني زاده والكابتن ايمن يونس علشان يخلصوا الموضوع. ولكن حتى الان يعني معلوماتنا داخل ملاعب اليوم ان الموضوع لسه ما خلصش، ولسه في خلافات. الزمالك بيحاول يخلص مع اللاعب ولكن الامور الماديه صعبه، يعني ربنا يكون في عونهم في نادي الزمالك. والمفروض ان هم قدامهم 72 ساعة على غلق باب القيد في الاتحاد الافريقي عشان يأيدوه. هو اللاعب اعتقد ان هو يعني وقع، ولكن لسه في مشاكل، فالحقيقة مش عارفين الموضوع بالتفصيل ايه. ولكن ان شاء الله باذن الله نحب نشوف يعني عمر جمال في الزمالك زي ما كان متألق كده في النادي الاسماعيلي.